السلام عليكم، عدنا لكم مجددا. اليوم إن شاء الله بنسوي طاجن دجاج على الطريقة المغربية، واللي هي حصلت أكثر تصويت. قبل لا أعرفكم على المكونات بوريكم بس الطبق نفسه، الطاجن يعني. أقول لكم إيش الفرق بينه وبين الطاجن العادي وبين الطاجن التونسي. في فرق بينهم، الحين بوريكم إيه. الطاجن المغربي هو فخار، استخدامه يبغاله رعاية وانتباه منكم. ليش؟ في مرة اشتريت طاجن وأول طبخة سويتها اللحم وحطيت النار على العالي، بعدها ثاني طبخة ثالث طبخة صار في تشققات في الطاجن نفسه. معناته إذا صار في تشققات ما تقدر تطبخ فيها المرة الثانية اللحمة. أما الدجاج عادي بس على متوسطة الحرارة. فأنصحكم سواء لحمة ولا دجاج إذا اشتريتوا الطاجن حطوه على نار متوسطة، لا تحطه على العالي ويتشقق لأنه خطر عليكم، ممكن لا سمح الله ينكسر في وقت الطبخة يعني. وصارت لي يعني من واحدة من الفخارات القدامى يعني. بالنسبة للطاجن المغربي دائما فتحة البخار حقتها من هنا، أما التونسي يكون من هنا. هذا الفرق بينهم. بالنسبة أكيد في ناس حتسألني من وين الطاجن. بالنسبة لأهل الشرقية أنا اشتريته من هزاز الخبر. هزاز الخبر في مدينة الخبر متوفر منه كثير الطاجن هذا. أما بالنسبة لأهل الرياض وأهل جدة يا ريت اللي يعرف عنه يعطيني العنوان على أساس إني أعلن عنها في السناب اللي عندي إن شاء الله. جهزوا نفسكم، السناب الجاي أتصوروا المكونات وأعرفكم على المكونات واحدة واحدة. عندي هنا حبة كاملة أفخاذ دجاج، عندي هنا جزر مقطع شرايح، كوسة مقطع شرايح، وأيضا بطاطس. المكونات أنا ما حطيت الكوسة من ضمنها بس لأن بنتي تحبها، وبعدين فوائدها كثيرة يعني ماني خسران شيء في الطبق حقي. عندي هنا حمص مسلوق، عندي هنا قرنبيط، عندي هنا زيتون مغربي أخضر، عندي هنا زعفران، عندي هنا ثوم مهروس، بصل مفروم، كزبر مفروم ناعم، عندي هنا فلفل حار بودرة، كركم، وهنا فلفل بابريكا أحمر، وهنا بودرة الزنجبيل، وهنا سمن، وهذا هنا زيت زيتون، فلفل أسود، ملح، كوب ماء. أول شيء سويته أضفت زيت زيتون. طبعا يا جماعة الخير الأكلة هذه صحية، يعني أول شيء على البخار وزيت زيتون. الخطوة اللي بسويها الآن بضيف الثوم، منها نكهة ومنها لما أحط الدجاج أنه يعتبر الثوم فاصل بين الدجاج وبين الطاجن، وفي نفس الوقت عشان الدجاج لا يلصق في الطاجن. شلون؟ بتشوفوا الطريقة الحين واحدة واحدة. طيب الطاجن يمكن في بعضهم يمكن ما حيفضل انه يطبخ فيه. ليش؟ طريقة اهل المغرب مو والله يحطوا كل شيء مرة واحدة وخلاص يغطوا عليه، لا، يبغى له خطوات كل 10 دقائق بعدها ربع ساعة. فانا بعلمكم الحين طريقة سهلة وحلوة من اهل المغرب يعني. فاول شيء بسويه الحين زي ما قلت لكم بضيف الثوم. أنا لا أقصد اللي كل 10 دقائق ربع ساعة معناته في شيء إضافي للطبق، مو يعني البهارات والدجاج وهذا مرة واحدة وخلاص، لا. الحين اللي أسويه ببدأ أوزع الثوم، أحاول أوزع الزيت جميع أطراف الطاجن. طيب بعد ما بدأ يتحمر الثوم ببدأ أحط اللي هي قطع الدجاج بالترتيب، أغطيه كذا لمدة دقيقة، وبعدها أجهز السمن علشان أحطها فوق قطع الدجاج. طيب لو تلاحظون الحين حطيت قطع سمن على كل قطعة من الدجاج، وبضيف الموية. كيف بضيفها؟
من الأجزاء، يعني من الجوانب، من هنا من هنا من هنا. طيب، وأتركها لمدة دقيقتين. طيب الحين ايش اللي بسويه؟ قبل لا احط البصل بعطيها قلبة على خفيف ودقيقتين ثانية، وبعدين ببدأ احط البصل. اوكي. طيب الآن خلصت الدقيقتين وقلبتهم، بضيف البصل. شوفوا كيف بضيفها عشوائي. انتوا لو تلاحظوا الى الآن ما اضفت ولا بهار، فاحنا ماشيين مضبوط. اضفنا الآن البصل، بعطيها كذا 3 دقائق، بغطيها، وبعد كذا بضيف كل البهارات ما عدا الزعفران، وبضيف شوية موية. شوفوا المنظر كيف. الحين جاء دور البهارات. حلو. أول شيء ملح، فلفل أسود، بودرة زنجبيل، فلفل بودرة أحمر، فلفل بابريكا حلو، وآخر شيء كركم. الخير، لا حد يخاف، البهارات هذه الشكل مجرد انه احنا نغطيها بالغطاء حق الطاجن كل الدجاج ينطبخ وكله يتبخر. اللي بيصير اني اترك الحين لمدة ربع الى ثلث ساعة، لكن بين فترة وفترة اخذ الموية هذه اللي من تحت هنا اللي قاعد تغلي، واكب كل شوي فوق قطع الدجاج، فما تخافوا من هذه الناحية. على فكرة، إذا حسيتوا إنه الموية مرة نقصت أعطوها نص كاسة موية زيادة بعد. شوفوا كيف. هذه الطريقة مرة ضرورية. تاخذ من المرق تحطه فوق الدجاج. طيب الساعة صفرت الحين حقت الثلث ساعة. طبعا انتبهوا لما تبغوا تشيلوا الغطا خلوا معكم المساكة لأنه صار حار. قبل لا أحط الخضرة حقتي لازم أشيك على الدجاج إنه كله تمام، ما في شيء لاصق، والمفروض ما يكون في شيء لاصق. نبدأ أول شيء نحط البطاطس. تبغوا تحطوها عشوائية، تبغوا تصفطوها، هذا شيء راجع لكم لأن فيه خضرة ثانية. لا تخافوا، البهارات حقت الدجاج والبطاطس والمرق كلها بتروح للخضرة. أنا إيش اللي حسويه الحين؟ بعطيها بس كذا رشة ملح على خفيف، وأبدأ أحط الجزر. قد ما فيكم غذوا أولادكم بالخضرة، الخضرة مرة مفيدة. بطاطس، جزر، قرنبيط، كوسة، وكله بزيت الزيتون. اللي بسويه الحين بضيف المرق هذا نفسه، والحين أضيف اللي هو القرنبيط، زي ما انتم شايفين. الحين بضيف الكوسة،
وأغطيها تقريبا ثلث ساعة ثانية. طبعا بتسألوني الحين عن الحمص، على الزيتون، هذا آخر شيء، آخر 5 دقايق بحطهم كلهم مع الزعفران. عفوا الزعفران بعد 10 دقايق، وبعدين بعد 10 دقايق ثانية بضيف اللي هو الزيتون والحمص والكزبرة، ونعطيها الحين رشة زعفران. سؤال جاني الحين، يقول الطاجن حطيته على العين على طول ولا في بينهم حديدة؟ لا، على طول على النار. في معلومة نسيت أقولها، يفرق الحين الطاجن عن القدر العادي أو قدر الضغط، مرة يفرق. يعني في مرة جربت نفس الطريقة ونفس كل شيء، حطيتها في قدر، اختلف الطعم 180 ألف مليون درجة. الطاجن له مذاق خاص، خاصة البخار هذا، وانتم اللي تلاحظوا الحين الدوران الداخلي هذا اللي يطبخ فيها الخضار شيء جبار. الحين باقي تقريبا 7 دقايق، وبضيف بعدين اللي هي الحمص والزيتون. طيب ايش يتقدم معاه؟ هو الاصل انه يتاكل معاه خبز، بس بما ان الشعب السعودي فلازم الرز جنبه. اكشف عليه الحين عشان اضيف الزيتون والحمص. الحين بضيف الزيتون كذا موزع، وبضيف الحمص. بعد ما قلبت المرق فوق الخضرة، الحين ارجع مرة ثانية اغطيها لمدة 10 دقايق، واكون مجهز جنبها رز. اخر خطوة الحين نرش عليها الكزبرة، ونخليها كذا لمدة 5 دقايق وبس. عموما بتشوفوها ان شاء الله اذا خلصت. كذا خلص طبقنا لهذا اليوم اللي هو طاجن دجاج بالخضار على الطريقة المغربية. أتمنى أنه عجبكم طريقة العرض والطبخ والطبق نفسه بشكل عام. كل اللي عليكم أي واحد يحب الطبق هذا انشروا حسابي.